الحمد لله. الحمد لله الذي شرع لعباده الدعاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله لدعائه لا يخيب رجاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ونبيه، قام بواجب الدعوة والبلاغ، ومن العبادة تزود، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه ما صاح طائر بنغمة وغرد، صلاة مستمرة على الزمان المؤبد، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الدعاء والتضرع بين يدي الله عبادة عظيمة أيها الأحباب، ودليل على قوة الإيمان، وهو طريق موصل إلى الله، وبريد مستعجل تقضى به الحاجات وتفرج به الكروبات وتتحقق الأمنيات، وبه تدفع الشرور والمصائب والآفات، وبالدعاء أيها الأحبة تتنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات، وتغفر الزلات والهفوات، وترفع درجة العبد في الجنان. والدعاء عبادة كل الأوقات، فما من أحد في هذه الحياة إلا وهو يعاني من مشكلة، أو يحتاج حاجة، أو هم يؤرق حياته ويقلق راحته، أو مرض يرجو الشفاء منه، أو دين يتمنى قضاءه، أو فقر يأمل بعده بالغنى، أو قضية تعاني منها أمته ومجتمعه. فإلى من يلجأ، وممن يطلب العون، وعلى من يعتمد؟ فكان من رحمة الله عز وجل سبحانه بعباده أن دلهم عليه وأمرهم باللجوء إليه. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام وأحكام رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما ذلك إلا لبيان أهمية الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي رمضان يكون الدعاء أعظم ثمرة وأعظم أجر. ولماذا لا يكون كذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح ابن ماجه: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وعن أبي هريرة أيضا الحديث في حسن في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب سبحانه: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وإذا لم يكن رمضان هو شهر الدعاء وفرصة الابتهال والنداء، ففي أي شهر يكون ذلك؟ وإذا لم يستغل العبد موسم الرحمة ليرفع إلى مولاه حاجاته ورغباته، فمتى يكون ذلك؟ وإذا كان الله حيا كريما يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فكيف بمن أضمأ نهاره صائما لله، وأسهر ليله طاعة لربه، ولسانه رطب بذكر الله وتلاوة القرآن، وقدماه مصفوفتان قائما وراكعا وساجدا؟ كيف به إذا رفع كفيه وناجى ربه على تلك الحال؟ في الحديث القدسي يقول رب سبحانه وتعالى، الحديث رواه الإمام مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بل إن الله سبحانه أيها الأحبة جعل من يأبى ذلك من أهل الكبر والاستكبار في الأرض، وجعل مصيرهم النار وبئس القرار. قال سبحانه في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الأحبة، لقد أثنى ربنا سبحانه على أنبيائه بعبادة الدعاء، فقال تعالى:
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبالدعاء وصف الله سبحانه عباده المؤمنين وجعلها أعظم صفة فيهم، فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنه الدعاء أيها الأحباب سلاح المؤمن، به يكون صلاح أمره في دينه ودنياه وآخرته. قد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. بالدعاء تذهب الأمراض وتشفى الأجساد. فهذا نبي الله أيوب عليه السلام بعد البلاء والصبر دعا ربه فقال: وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بالدعاء تقضى الحاجات، تتحقق الرغبات. الله سبحانه وتعالى يحرك الأسباب لتجري بأمره استجابة لعبد من عباده لجأ إليه، طلب منه وتوكل عليه. فلا ينبغي التقليل من شأن الدعاء، فبدعوة واحدة صادقة مخلصة تتفتح لها أبواب السماء، تتقلب الأحوال، تتبدل الأمور. الضعيف يقوى والقوي يضعف، والمهزوم ينتصر والمنتصر يهزم، والشقي يسعد والسعيد يشقى، والمريض يشفى، والحاجات تقضى، والفرج بإذن منه سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ ابن عساكر ونقلها الكثير في ترجمة رجل قال: كنت على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي ذات مرة فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال: خذ هذا فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي. فقال: بل هي أقرب. فسلكنا ذاك الطريق فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتل كثر، فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني، فنشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال لي: هو إنما أريد قتلك. فخوفته بالله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. فقال: عجل. فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول: هل فرغت؟ فأجرى الله على لساني قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل، فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. الدعاء سبب هام أيها الأحباب في تحقيق النصر والتمكين والثبات للأمم والأفراد. ما أحوجنا في هذا الشهر الطيب المبارك أن نتابع طرق أبواب السماء بالدعاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تستجيب لدعواتنا. اللهم وفقنا للدعاء واستجب لدعواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا في هذا الشهر الطيب المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.